شغال معاك في شقه في دماغه انك واخدها ب 100,000 اورو، مش يطلع يعني ما يعرفش مثلا انك ممكن تخرج بالعافيه مثلا، لان الاسعار اختلفت تماما عن ما الاول. بيطلعش السلم درجه درجه، هو عاوز يطلع بقى يطلع على السابع على العاشر. ممكن واد جاي جديد يقول جاي لك انا بيدور باخد يجيب 100 اورو. جاي بيدور 100 يجيب اورو فلوس على ايه؟ ازاي؟ ما عندوش لا تعب ولا بتاع، يعني مش نبدأها من الصفر وهو ماشي، لا هو عايز على طول يوصل بأي طريقة كان، يعني طريقة شرعية غير شرعية، هو عايز يمسك فلوسه وخلاص. فما ينفعش. الأول احنا كنا بنفري نفسه انه بقى بنتر، نفسه انه يبقى كذا، نفسه بالتدريج يعني. الفرق بين زمان، انت حضرتك بقالك 30 سنه وحضرتك نفس الكلام يعني، ايه الفرق بين زمان والنهارده في ايه بقى؟ في الحياه مع المصريين والشغل انا بقول لك هو بقى الاول كانت اللي يعني كان في ترابط جامد الناس كانت قلبها على قلب بعض، قوي. الناس كانت قلبها على قلب بعض. ايه اللي خلى الترابط ده يروح انت يعني؟ كنت ممكن مثلا زي ابو عمرو ما قال لحضرتك، انا عاوز اعرف برضه ايه اللي خلى الترابط ده يختفي. زي ابو عمرو ما قال لحضرتك كده، الاول كنا مثلا يوم الحد كنا بنتلم مع بعض، اتصل باصحابه، اتصل بقرايبه، اتصل بكذا، اتصل بكذا، بنتلم. النهارده الحد ده عنده، الحد اللي جاي عند واحد تاني كده يعني. في الوقت الحالي ما فيش حد، الناس ما بتسالش على بعض حتى بالتليفون. والاول التليفون كان بفلوس والناس بتسال على بعض، دلوقتي التليفون ببلاش، والله ما حد بيسال على حد. اختلاف الاجيال والعقليات. العائليه عامه. طب الشباب اللي في مصر ومفكرين اوروبا والغربه واليوم بنلاقيه وبيشوفوا الصور، لا اي شغل هنا ده متعب الناس- طبعا. ما في ناس هنا بتقعد ما بتشتغلش الناس كتير هنا يعني للاسف اللي بيقعد بيتصور جنب البرج وبيتصور هنا وبيتصور هنا، بيلعب في دماغه. مهووس يعني، مخلينهم مهووسين بحاجه اسمها فرنسا. ومجرد ما بيجي هنا والله بيصعب عليك. ماشي، بس في حاجه برضه، في ناس بتنزل اجازات معلش زي حضرتك ما كده بقولوش الحقيقه، ما بقولوش الحقيقه. يعني هو اقول له بس تعالى وانا اعمل لك وانا اسوي لك، ومجرد ما بيجي هنا والله ما بيهرب بعبروش. منه، بيهرب منه. لا وفي ناس برضه معلش، انا شفت قبل ما اجي هنا ناس تقعد معاك على القهوه، يعني هو الحساب 50 جنيه تلاقي طلع رزمه ميتينات يا رجاله، الحساب عندي انا عايش في فرنسا مش عايز الناس تنهوس ليه؟ اني لو انا مثلا مكان الناس ديت برضك ما انا هفتكر كده، بالظبط بالظبط. لكن انا ما بفتكرش كده لسبب، بس انا مني هنا وعارف البلد وعارف نظامها، أيوة، فالعيب برضه فباجي من الناس باجي مش ده مت... في اشخاص ما فيش على ذكر اسماء، للأسف يعني واحد جه قالوا له هنعمل لك ونسوي تعالى هناك وهنعمل لك وما عبروش. للاسف وقرايبه. للاسف انت كتير حتى لما هنا بتقول كتير. للناس الحقيقه بيقولوا لك انت مش عايزنا نيجي، انت مش حابب لنا الخير، انت لا ما انت يجي بس يكون عارف الواقع. ما هو اللي بيقول، ما هو جاي باريس متخيل باريس ان دي يعني جنه، فانت بحكم ان انت بتحبه او يعز عليك او كده، فانت بتقول له والله البلد وضع بيسيبك ويمشي، يعني هو كرهك. هي البلد يقول مش لك وحشة عليه، مش مش حابب. وحشه، بس انت جاي عارف عاوز ايه، بس لازم وتيجي تبقى جد في شغلك تبقى ماشي صح، تشتغل في ضمير. لازم تتعب، لازم تتعب عشان تنجح، لكن مش هتدي لك على طول يعني. تشتغل مع حد ضمير اتفق باليوميه، ما تقولوش اه وتمارك. ما يعني مثلا اليهودي الاول كنت تروح مع اليهودي في المارش يقول لك يوميتك 70، عارف لو انت قعدت قوي حلو مش هاخد 80 يشغلك، عارف لو انت قلت له ماشي عارف انك هتسرقه. اليهودي عارف انك هتسرقه من الكاس، عارف انك هتروح للكاس، انت بتوافق ب 70 بس ممكن تاخد لك 100 في جيبك وانت ماشي. عارف لما بتفاصل وما بتيجي تنزل واحد في شغل برضه ويقول لك لا مش هاخد يوميتي كده ما تنفعش، اعرف انه شغال، لانه لو مش شغال مش هيفاصل في اليوميه لانه بيتعب. انما اللي ما بيتعبش ده بهنجر ده يقول لك ماشي ماشي. بس انت تعبك ومجهودك دي انت ليك اجرين اتنين على تعبك، المادي والمعنوي. المادي اللي هو يعني الفلوس انت بتديها لي، يعني انت شايف ان انا صحي كده، والمعنوي الصواب من ربنا سبحانه وتعالى، فانت ربنا هيجازيك على قد تعبك، وانت ليك لقمه عيش تاكلها، بس انت اجتهد وسيب بقى على ربنا. اوكي، شكرا جدا لحضراتكم، ومسا مسا على قريه من بدر حلاوه. شكرا. يلا السلام عليكم.